السلام عليكم. اخر فيديو كنت درته في القناه ديالي كان هو منحه التعليم العالي 2023. كيف ما قلت لكم في الفيديو هذا هضرنا فيه على المستجدات اللي كاينه هذا العام هذا وعلى الشروط اللي كاينه باش نقدروا نستافدوا من منحه التعليم العالي. فصراحه واخا الحمد لله يعني عندنا عدد مشتركين قلال والتفاعل حتى هو يعني على قد الحال، ولكن ماشي مشكل. انا اللي كيهمني في هذه القناه هذه هو ان المعلومه توصل اكثر عدد اللي قديت عليه ويقدروا الناس انهم يستافدوا. فاي تلميذ عنده البكالوريا هذا العام هذا واي اب واي ام كيهموا هذا الامر هذا فتبعوا هذا الفيديو حيت فيه معلومات مهمه بزاف، معلومات فيه مهمه بزاف باش نقدروا نستافدوا هذا العام هذا ان شاء الله من منحه التعليم العالي. فكيف ما قلت لكم الاخوان ما نطولش عليكم، كندخلوا لهذا السيت هذا هو اول مرحله كنديروها اللي هو السجل الوطني للسكان. هذا السجل الوطني للسكان راه اي واحد خصو يتسجل فيه بوحديته، يعني كل فرد في الاسره خصو يتسجل فيه بوحده، ما خصكش تسجل يعني كاسره. فكديروا هنا رقم يعني البريد الالكتروني ولا رقم الهاتف، وكديروا هنا اسر رمز الدخول، كيجيكم واحد الكود فيه 6 الارقام كتكتبوه وكتدخلوا تعمروا واحد الاستماره، ومن بعد ما كتعمروا ديك الاستماره كتدفعوها للملحقه الاداريه اللي تابعين لها. هذا السيت هذا يعني راه ديجا قديم، هو ما بغيت صراحه نشرحه. انا اللي كيهمني في هذا الفيديو هذا هو السجل الاجتماعي الموحد. السجل الاجتماعي الموحد هو اهم مرحله اللي غتحدد لكم واش نتوما غتستافدوا من منحه التعليم العالي هذا العام هذا ولا ما غتستافدوا. كيفاش هذه القضيه هذه شرح لينا اكثر، انا غادي نشرح لكم بلي ديتاي في هذا الفيديو هذا. اول حاجه كندخلوا لهنايا وكنديروا يا اما ايداع الطلب عبر البوابه الالكترونيه يا اما ايداع الطلب بمركز خدمات المواطنين. السيت راه هو هذا الاخوان rsu.ma. فانا في نظري الاخوان ديروا ايداع الطلب بمركز خدمات المواطنين، يعني انكم تتخرجوا واحد الفورمي اللي كتعمروها كتدفعوها للمقاطعه اللي تابعين ليها، احسن من انكم تعمروا الطلب عبر البوابه الالكترونيه. علاش؟ حيت تقدروا تكونوا درتوا اخطاء ولا شي حاجه وما كاينش اللي غينبهكم على هذا البلان هذا من غير يعني انكم الا دفعتوا للمقاطعه فراه كاين شي خطا راه تينبهوكم عليه. واخا بسم الله نديروا ايداع الطلب بمركز خدمات المواطنين بهذا الشكل هذا. هنا المعرف الرقمي كنعمروه ديال رب الاسره. رب الاسره هو اللي تيعمر هذا المعرف الرقمي ديالو وتيدير هنا الاسم العائلي وهنا الاسم الشخصي ديالو وهنا اليوم وهنا الشهر وهنا السنه. هنا تيحدد النوع وهنا نوع البطاقه الوطنيه كيكتبها ولا جواز السفر، المهم اي ايدونتيفيكاسيون عندكم. هنا كتكتب رقم بطاقه الهويه وهنا الجهه اللي تابعين ليها. هنا كديروا العماله اش من عماله وهنا البشويه ولا الدائره اللي نتوما تابعين ليها وكديروا المقاطعه الحضريه اللي نتوما تابعين ليها. من بعد كنديروا هذا الكود هذا هو هذا الكود تنكتبوه هنايا وكنديروا تاكيد بهذا الشكل هذا. من بعد ما كنديروا تاكيد كيعطينا هذه الصفحه هذه. شنو كيطلبوا منا هنايا؟ كيطلبوا منا اننا نكملوا المعلومات الشخصيه المتعلقه برب الاسره. فكنديروا اتمام بهذا الشكل هذا وكندخلوا هنا كنديروا الحاله العائليه ديالو وكنديروا هنا المستوى التعليمي وهنا الوضعيه ديالو واش هو في حاله اعاقه ولا يعني ما كيعاني من حتى شي اعاقه. وهنايا الوضعيه المهنيه. بالنسبه للاخوان لهذه الوضعيه المهنيه مهمه بزاف. علاش؟ في حاله ما كان الاب ديالك ما خدامش ما عندوش زعما واحد الوظيفه ولا مثلا خدام في قطاع الخاص ولا قطاع العام، يعني ما كيكونش مديكلارين به في لاسينيسيس ولا حتى شي حاجه، فمن الاحسن ديروا هاد اخر هاد. يعني مره تيخدم مره ما تيخدمش، ديروا اخر، ما ديروش نشيط ولكن ديروا اخر. واحد القضيه اللي هي مهمه بزاف هي انه المؤشر كيجي طايح كل ما كانوا عدد الافراد كثر. يعني كل ما كانوا عندك عدد الافراد بزاف كل ما المؤشر الاجتماعي كيجي هابط. بهذا المعنى هذا يعني اي واحد معكم في الدار ولو يكون انه يعني ماشي مثلا ماشي الاخ ديالك ولا ماشي الاخت ولكن راه معكم في الدار ديما، من الاحسن سجلوه معاك. فهمتي؟ يعني من الاحسن كل ما كان عدد الافراد اللي في الاسره كثر كل ما مزيان. واخا سيدي انا دابا بهذا الشكل هذا كنوريكم يعني غير بطريقه اللي هي يعني باغي نشرح لكم، ما غاديش ندخل في لي ديتاي. ملي كتبغي دير اضافه للفرد كتكليكي على الاضافه هكا وكدير المعرف الرقمي ديالو، كدير هنا اليوم والشهر وهنا السنه وكتحدد النوع ديالو، كدير تاكيد وكتكمل المعلومات. واخا نمشيو للمرحله اللي هي اهم من هذه المرحله. كنديروا التالي من بعد ما كنعمروا عدد الافراد ديالنا كاملين. هنا كنديروا خصائص السكن كنعمروا في عدد الغرف. واحد القضيه مهمه الاخوان هو انكم ما ديروش مثلا انت في الدار عندكم بيت واحد، عندكم صالون، عندكم كوزينه، عندكم كاين بعض الناس اللي كيديروا هاد
مثلا عندهم صالون، عندهم كوزينه، عندهم بيت، تيديروا 3 الغرف. لا، دير غرفه وحده من الاحسن، دير غرفه واحده. واخا عندك سيدي هنا حمام دوش في نظري ديروا، لا دير هادشي كامل تيلعب واحد الدور في المؤشر. سكن ثانوي مثلا، غير حاجه واحد القضيه اللي هو انه في حاله ما يعني كان عندك شي حاجه اللي بتيتر، مثلا عندك واحد الملك دار يعني ثانويه بالاسم ديالك، راه كطلع عندك مثلا الويفي مدخلينه بسميتك، عندك لابونمون مدخله بسميتك، اشتراك راه غادي يطلع، عندك واحد الكريدي دايرو في لابونك غادي يطلع. وهذا الشيء كامل للاسف تيلعب ضدك. علاش؟ حيت كيجيك المؤشر طالع شويه. المهم انا تنحاول ما امكن انني نقول لكم لي ديتاي، لي بتي ديتاي الاخوان، باش تتبعوا معايا مرحله بمرحله، وان شاء الله الرحمن الرحيم يجيكم المؤشر هابط اللي خصو يجي قل من 9.325. صافي محلات مهنيه، لا بحال هكا عدد السيارات كتكتب صفر، هنا عدد الدراجات الناريه صفر، حاسوب دير لا، هنا نفقات الكهرباء. الا كنتي مثلا يعني الفاتوره ديال الكهرباء كتجيب الاسم مثلا ديال الاب ديالك ولا شي حاجه، فراه كدير عداد فردي، يعني اللي كنتي خلصها بوحدك. كنتو مثلا نتوما في دار مثلا ومشتركين، كتخلص كيخلص الاب ديالك وشي واحد اخر، فكديروا عداد جماعي بهذا الشكل هذا، وكتكتب انت النصيب ديالكم فقط. هنا راه ما كتكتبش شحال كتجيكم في الفاكتور كامل، راه كتكتب النصيب اللي تيجيك، الله يجعلو يجيك 15 درهم، كتب 15 درهم. الشرط الثاني شحال؟ 12 درهم. الشرط الثالث شحال؟ مثلا 19 درهم. بهذا الشكل هذا، يعني كل ما كان الاستهلاك قل كل ما المؤشر تيجيكم هاب. نفقات المياه نفس البلان ديال نفقات المياه، كنتي مدخلين بسميتكم نتوما بوحدو كتخلصوا، كديروا عداد فردي. كنتو ما عندكمش يعني الماء ولا شي حاجه، كديروا بدون عداد وكديروا هنا صفر بحال هكا. بالنسبه كذلك هو مثال بالنسبه للكهرباء. هنا نفقات الغاز، شوف كيف ما قلت لكم، كل ما درتوا الاستهلاك اكثر كل ما المؤشر يجيكم طالع. فالاستهلاك حاولوا ما امكن ديروه على مثلا نتوما في الافراد، مثلا نتوما كاين بحال مثلا كاين 4 مثلا ولا كاين 5 جوج قنينات غاز صغار، يا اما ديروا حيدوها، ديروا هنا صفر وهنا ديروا وحده، يعني قنينه كبيره ديال الغاز، وهنا كديروا كديروا هنا وحده، وهنا كديروا 40 درهم، هي كدير ب 40 درهم. صافي هادشي اللي كاين. من بعد الاخوان تنديروا هنايا نفقات الهاتف كذلك هو مثال، كل ما كانوا عدد الهواتف قل كل ما كان المؤشر كيجي هابط. مثلا كتستعملوا غير واحد ديروا غير واحد. وهنايا في نفقات الاستهلاك الشهري حتى الا درتو صفر راه ماشي مشكل، مزيان انكم ديروا صفر، ما كتسالكوا والو، ما داير لا لابونمون، ما كتشارجي كل شهر ديما، ما زعما عندكم مدخل ديك النجمه 6 ولا شي حاجه، دير هنا صفر. صافي. بالنسبه هنا الناس تستفيد الاسره من قرض لدى احدى الابناء والمؤسسات المثاليه كذاك، هذا كما قلت لك عفوا، هذا بالنسبه للناس اللي عندهم واحد الكريدي في البنكه، ولا مثلا كريدي مع شي وكاله ديال الاموال ولا شي حاجه. فكانت عندكم راه واخا ديروا هنا لا، وكانت عندكم راه غادا تطلع. باش نقول لكم اللي كاين، يعني الا كان عندكم واحد الكريدي غادي يا سيدي عندي واحد الكريدي. يستفيد فرد واحد على الاقل من نظام التغطيه الصحيه غير نظام المساعده الطبيه متضامن. هذه شنو تيقول لك بالنسبه تيقراو الناس غير هاد لابارتي الاخرى متضامن تيديروا نعم هي لا. الناس يعني شنو تيقولوا لك انك واش كتستافد الاسره من واحد النظام ديال التغطيه الصحيه، يعني بحال مثلا الاب ديالك تيكون خدام ومديكلارين به في لاسيناتاس وكيستافد مثلا يا اما من التغطيه الصحيه ديال الامو يا اما من الكنوبس، المهم اي نظام ديال التغطيه الصحيه. انت كنتو من الناس اللي كان عندهم الرامد قبل ديروا لها. صافي ملي كنعمروا هاد المسائل كامله كنديروا التالي بهذا الشكل هذا. من بعد ما كنساليو المعلومات وكيعطيونا اننا ناكدوا داك المعلومات اللي دخلنا، كنديروا تاكيد وكنتيليشارجيو بحال هاد الاستماره هذه. هاد الاستماره كنشدوها وكنديوها الاقرب يعني المقاطعه اللي حنا تابعين ليها كيمضي فيها، يعني كيكون الامضاء ديال رب الاسره، وكندفعوها للمقاطعه وتعطيونا واحد الروسي. هذاك الروسي كتخليه عندكم، كدوز واحد 3 ايام عاد كتدخلوا بهذاك المود باس اللي عطاوكم، كتدخلوا كتشوفوا المؤشر الاجتماعي ديالكم كيف ما قلنا اللي خصو يكون قل من 9.325. كان قل راه غادي تستافدوا الاخوان، كونوا اكيدين غادي تستافدوا. علاش؟ لان بداك المؤشر الاجتماعي باش هما كيديروا واحد الاحصاء ديال الحاله الماديه الحاله الاجتماعيه ديال كل طبقه. الا جاك داك المؤشر اكثر من هاد النقطه اللي قلت لكم، فراه كتعتبروا من يعني الاسر اللي ما محتاجاش انها تاخذ واحد الدعم، وكذلك تستافد من بزاف الحوايج اللي غيكون منهم المنحه ديال التعليم العالي، التيسير، الدعم اللي كانت تعطى الارملات، بزاف الحوايج الاخوان تولي عندهم علاقه بهذا المؤشر الاجتماعي اللي ولا مؤخرا. فاي واحد عنده شي تساؤل لقى شي مشكل في شي حاجه فمرحبا. غادي نخلي لكم الرابط ديال الصفحه ديالنا على الفيسبوك، تواصلوا معايا وان شاء الله غنحاول ما امكن انني
نجاوب اي واحد يعني غراتويتمون هذا السيرفيس هذا، يعني بلا خلاص بلا حتى شي حاجه، فابور نديروه غراتويتمون. علاش؟ باش نتعاونوا يعني مع الناس اللي كيثيقوا فينا، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. فكيف ما قلت لكم اي واحد لقى شي مشكل في شي حاجه فمرحبا. بالنسبه للناس اللي مازال ما جاهمش الكود ديال المعرف الرقمي ديالهم ولا شي حاجه وطولت المده، فيقدروا يتواصلوا معنا وان شاء الله نحاولوا اننا نعطيوهم المعرف الرقمي ديالهم. كان معكم خوكم حمزه. نتمنى ان هاد الفيديوهات تكونوا في المتناول والشرح ديالي يكون واضح، وكنتمنى انه يكون لقى منكم دعم اللي يخليني ان شاء الله انني نكمل في هذا المسار هذا. السلام عليكم ورحمه الله، والتوفيق للجميع وللطلبه وكذلك التلاميذ ديال البكالوريا، وبالنجاح للجميع، والسلام عليكم.